شعبي العزيز، لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم وتوالي سنوات الجفاف على المستوى الوطني في ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. لذا وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضرراً، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية. واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني. واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر المشروع نهاية هذا العام، كما كان مقررا في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، ونأمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم. وستشكل هذه الخطوة إن شاء الله ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها.